أكيد كلكم شفتوا مقطع ماينكرافت فيه مودات ولقطات سينمائية مرة رهيبة، وبعدين لما تيجي تحاول تسوي نفس الشي ما تعرف من وين تبدأ وتروح تكتب في التعليقات إيش اسم المود اللي يسوي زي كذا وما حد يرد عليك. لا تشيل هم عشان اليوم جمعت لك أفضل المودات اللي تخلي مقاطعك في ماينكرافت مثل المحترفين، فخلونا نبدأ. آه كلنا نعرف مود الريبلي، بس المود هذا أحسن من الريبلي بمية مرة أو ألف مرة. واللي يميز فلاش باك عن مود الريبلي إنك حرفيا تقدر تسوي أي لقطة سينمائية أنت تبغاها. كمان هذا المود مرة خفيف على الأجهزة، يعني إذا كان جهازك مرة ضعيف مو زي الريبلي مرة حتتعقد وتقعد 100 سنة عشان تنتقل بين مشهد ومشهد. لا، هذا المود مرة خفيف، حتى لو جهازك أضعف شيء عشان تنتقل ما حتاخذ حتى ثواني لما تجهز لقطات الريبلي. في البداية عشان تصور أي لقطة في الفلاش باك، أول شيء تضغط هنا، تضغط ستارت ريكوردينج هنا في الفلاش باك. ولا أوكي، دحين بدينا التسجيل، خلينا نروح نسوي أي حاجة. أوكي، مطالع على الغروب. واو، غروب الشمس جميل جدا. أوكي خلصنا، وهنا نضغط finish recording وتختار اسم التسجيل اللي تبغاه، مثلا نسميه تيست وسيف ريكوردينج. خلاص كده حفظنا التسجيل. وتجي هنا القائمة الرئيسية، تلقى هذه العلامة حقت مود فلاش باك، تضغط عليه وتلقى هنا التسجيل اللي انت سجلته. طيب. اوكي طيب، والان اول ما نفتح التسجيل في فلاش باك حنلاقي هذه القائمة اللي اذا اشتغلت في افتر افكت ممكن حتكون هذه الواجهة مألوفة لك. حتشوف هنا الشاشة للتحريك، وهنا حتكون في الأزرار نطفيها ونشغلها، حتقدر تتحكم في العالم، مثلا هنا تقدر تطفي العالم بالكامل، تقدر تخفي السماء، تخليها جرين سكرين، تقدر تخفي العالم بالكامل، تخلي الخلفية بالكامل من جرين سكرين. هنا تحت تقدر تتحكم في الضباب، تقدر ترفع الضباب في العالم ولا تقلله، زي كده تخلي العالم كله ضباب. هنا تقدر تتحكم في الوقت، ليل صباح. هنا تقدر تحط هذه المربعات عشان في النص إذا تبى تسوي مثلا فيديو شورت في اليوتيوب، حيطلع يطلع لك هذه المربعات عشان تقدر تعرف تقسيم الشاشة بالنص، وتقدر تحط مربعات زي كده عشان تعرف منتصف الشاشة فين بالضبط. اوكي، وهنا تايم لاين، شوف تقدر تتنقل فيه بكل سلاسة، مو زي الريبلي. بس هنا التايم لاين مرة سهل وخفيف، وتقدر تتحكم في الواجهة زي ما تبغى، تكبر هذه، تكبر الشاشة، تكبر التايم لاين. طيب، وهذه القائمة اللي نضيف منها الكي فريم، مثلا نضيف الكاميرا هنا ونتحرك، هنا يطلع لي شكل الكاميرا كيف حتكون متوجهة، وأنا أتحرك الحركة اللي أبغاها تصير في الفيديو، أتحرك هنا في التايم لاين. خلاص مثلا لين هنا، أحط كاميرا ثانية هنا، نبدأ نشغل. أعطيني هذا المشهد، مثلا بتحكم في الاف او في، مثلا نحط هنا كيف فريم في هذه اللقطة تكون اف او في الكاميرا 18. طيب، نحرك الكاميرا عشان تكون واضحة، نغير الكاميرا حطيناها أول. في هذه اللقطة اف او في حيكون
81. ونرجع نشغل زي كده. بس هذا اللي سويته شيء بسيط في مود الفلاش باك. وهنا بس سويت هذه اللقطة، قعدت ثواني، يعني بس المود مرة كبير ومعقد. إذا حابين شرح كامل مفصل للمود وكيف تسوي زوايا كاميرات ولقطات، اكتبوا في التعليقات. المود الثاني هذا يسمح لك تتحكم بالكاميرا، تقدر تحطها في أي مكان تبغاه. مثلا تقدر تفتح هنا الإعدادات، تعدل منظور الكاميرا وارتفاع الكاميرا، الكاميرا يمين أو يسار، تعدل زاوية رؤية الكاميرا. تقدر تحط أي منظور للكاميرا بأي طريقة تبغاه وتقدر تحددها. زي كده في هذا المود. يعني المود مرة حلو. والمود مو بس تقدر تتحكم في هذا بالكاميرا، كمان تقدر تسوي هذا الشيء، تثبت الكاميرا في مكانك. هذه الحركة أكيد شفتوها كثيرين عند اليوتيوبر، إنك أنت ماشي كده والكاميرا تثبت. وبس هذا المود تقدر تحط الكاميرا في أي زاوية تبغاها وتسوي أي لقطة تبغاها. تقدر تثبت الكاميرا وتمشي. تقدر تحط الكاميرا هنا، وتقدر تفتح هنا الإعدادات، تعدل على منظور الكاميرا زي ما تبغى. بس المود الثالث مرة بسيط. هو مود بكل بساطة يخليك تقدر تسوي أشياء مرة أسطورية. هي بالاي لايتر وحركات مرة أسطورية. مثلا حاليا لما هذا الطيران بالاي لايتر العادية، يعني زي كده عادي وممل. بس لو إذا شغلنا المود الثالث، واو، يصير الطيران زي كده كأنك قاعد تطير من جد. تلف يمين يسار، العالم يلفلف معك. وخلي الطيران بالاي لايتر مرة ممتع. واو. المود الرابع عندنا مرة بسيط وأغلب اليوتيوبر يستخدمه، وهو مود الفري كام. هذا المود مرة حلو. تقدر تطير عشان تاخذ من لقطة واسعة كده لمنطقتك. تقدر بكل بساطة تتحرك وتحط الكاميرا في أي مكان تبغاها. مثلا هنا تثبتها وتقعد تتحرك وتسوي أي لقطة تبغاها. زي كده. هذا المود مرة حلو لأنه تقدر تسوي فيه له زوم زي ما تبغى. بس مو هذا الشيء اللي يميز المود. اللي يميز المود انك تقدر تسوي زوم اوت قد ما تبغى. و... واو، شوف كيف تقدر تتفرج على العالم. مرة هذا المود ينفع إذا تبى تسوي اللقطة كذا سينمائية كمملكة ومدري إيش. يعني تقدر تزوم لين محل اللاعب، تقدر تسوي زوم أوت لين خارج الكرة الأرضية، أو خلينا نقول الأرض المسطحة. أيوة، يعني في ماينكرافت الأرض مسطحة. أوه. وهذا كان المود الخامس. يعني ممكن تسألني في كثير من المودات اللي تقدر تسوي زوم، ليش تنصحني نستخدم مود زوميفاي؟ عشان سبب بسيط. عشان حرفيا مود زوميفاي هو أفضل مود زوم. يعني الزوم فيه له كده يجي مرة سلس، وتقدر تزوم قد ما تبغى لأبعد منطقة ممكن تشوفها. وتقدر من الإعدادات تعدل على طريقة الزوم كيف يجي بالأسلوب والثواني، لكل حاجة. المود مرة عميق وتقدر تخصصه زي ما تبغى. في ناس كثيرين يستغربوا كيف اليوتيوبر لما يبنوا البيوت يبنوا المباني كلها طبقة طبقة.
هذا المود بسيط اسمه لايتماتيك، تقدر تجيب أي مبنى من الإنترنت أو تقدر تنسخ مبنى من أي عالم عندك وتروح تبنيه في أي مكان تبغاه. هذا المود مرة أسطوري يستخدموه تقريبا كل اليوتيوبر. بكل بساطة هذا المود تقدر تجيب أي مبنى وتسوي له نسخ وتلصقه في أي مكان تبغاه، ولما تيجي تبني زي كده يعطيك تحديد وتبني براحتك، وتقدر تخلي البناء طبقة طبقة عشان تسويه زي لقطات الريبلاي اللي تشوفوها عند كل اليوتيوبر. زي كده تبني البناية طبقة طبقة. وهذا المود مرة كمان معقد، وإذا تبغوا شرح ليه زي فلاش باك اكتبوا في التعليقات، ممكن أسوي مقطع يشرح الأريثمتيكا بالكامل. دايما لما نتكلم عن السينمائية في ماينكرافت ما نقدر ما نتكلم عن بود الشجر، لأنه حرفيا يقدر يحول ماينكرافت من كذا إلى كذا أو كذا. عد واخطأ في كمية الشجرات اللي ممكن تركبها في ماينكرافت اللي تخلي لك ماينكرافت حرفيا مرة أسطورية. راح اسيب لكم تحت ملف فيه له مجموعة من أكثر الشجرات المستعملة في ماينكرافت، تقدروا تحطوها وتجربوا فيها اللي يعجبكم. الملف حيكون فيه له كمية كثيرة من الشجرات، تقدر تختار الشجرة اللي تبغاه. ومثلا نختار هنا كومبلمنت شجر، وتقدر تحط الشجرة اللي يعجبك ويليق بأجواء المقطع اللي انت حتسويه. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا حابين تشوفوا شرح مفصل لمود فلاش باك أو مود الأريثماتيك اكتبوا لهم في التعليقات، واشتركوا في القناة لأني في المستقبل حنزل مقطع كيف تنزل كل هذه المودات في الجوال. وكل مودات في هذا المقطع حتلاقوها في الديسكريبشن تحت.